ايه نقاط ضعف الشخص اللي في بالك اللي لو عرفتها تقدر انك تعلقه بيك ويفضل معاك ويفضل منجذب لك على طول؟ في لكل شخص نقاط ضعف كده، لو انت قدرت تعرف نقاط ضعفه دي هتقدر تتغلب عليه، تسيطر عليه، تعلقه بيك، تخليه معاك على طول ما يسيبكش ابدا. معانا مجموعتين، اختاروا مجموعة منهم. المجموعة الأولى الحجر الأزرق ده، المجموعة التانية الحجر البنفسجي. اختاروا واحدة من دول ونشوف ازاي تعلق الشخص اللي في بالك بيك. هنبتدي باللي اختاروا المجموعة الأولى الحجر الأزرق، ونشوف كده تعلق الشخص ده بيك ازاي. الشخص دوت ما بيحبش اللوم والعتاب، بيحب الامور تمشي من غير عتاب من غير لوم. تعلقوا بيك ان انت ما تفضلش متشائم، ما تفضلش تفتكر له مواقف وحشة عملها في الماضي، ايه تغير المواضيع، ما تركنش عند العتاب واللوم والنكد واللي حصل واللي جرى قبل كده. تكون مشغول، يكون عندك اهتمامات تانية غيره، ما تبقاش مركز معاه هو بس، لا يبقى عندك اهتمامات تانية، يبقى عندك صحاب، يبقى ما تركزش عليه، يبقى هو من ضمن اهتماماتك مش كل اهتماماتك. كمان هو بيحب قوي القرب الجسدي، تعلقوا بيك من القرب الجسدي، يعني بيحب العلاقة الجسدية. لو انتم متزوجين فهو تقدر تسيطر عليه من الناحية دي قوي. طيب المجموعة التانية الحجر البنفسجي، ازاي تعلق الشخص ده بيك. الشخص ده الشخص ده علشان تعلقه بيك هو شخص بيتوتي قوي، يعني بيحب البيت، بيحب العيلة، بيحب الاستقرار، ما بيحبش السفر الكتير، ما بيحبش الخروج الكتير، ما بيحبش التجمعات، الصحاب ونخرج كل شوية والدوشة لا هو بيحب يقعد في البيت، ما بيحبش يخرج. شخص بيعشق الاستقرار وبيحب اللي يرتبط بيه يكون هو كمان نفس الشيء. شخص عملي، شخص بيحب البيت والاستقرار، بيحب قوي القعاد كده مع الاولاد والدنيا تبقى هاديه، ما بيحبش الدوشه وما بيحبش الناس اللي بتتكلم كتير. الشخص ده عشان تجذبه ليك هو بيحب البيت